دول 6 كتب لازم تكون عارفهم أو قريتهم لو أنت شغال في مجال البيزنس، وده بيزنس في السريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الفل والجمال. في الفيديو ده أنا هتكلم على 6 كتب أنا قريتهم في البيزنس، رشحهم ليك جدا. أنا كنت عملت فيديو جزء أولاني على مجموعة كتب كتيرة جدا الموجودة قدامك، وكنت قريتها برضو ورشحتها ليكم في الفيديو. لو ما شفتش الجزء الأولاني ممكن تروح تشوفه. أول كتاب أرشحه لكم وده آخر كتاب أنا لسه قاريه، كتاب اسمه Leadership is Language لديفيد ماركي. الحقيقة إن الكتاب ده أبهرني بالفكرة بتاعته، أبهرني بفكرة إن أنت النهاردة لما تكون مدير أو لما تكون ليدر في أي شركة محتاج تعرف تنتقي كلماتك. في مديرين شاطرين جدا، في ليدرز في الشركات بيبقوا من اشطر الناس اللي يكونوا موجودين في الشركه، ولكن الناس دول ما بيعرفوش يختاروا كلماتهم، مبقاش عندهم ايموشنال انتليجنس، وما بيعرفش امتى يقول ايه وازاي يعرف يديسيمينيت فيدباك وازاي يعرف ياخد فيدباك من التيم اللي قدامه. كتاب ليدرشيب از لانجويج مهم جدا ليك لو انت شغال مدير او شغال ليدر في احدى الشركات وعايز تحسن الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك مع التيم او السب اوردينيت بتاعك. ارشح لك جدا جدا الكتاب ده. تاني كتاب اتكلم عنه هو بلو اوشن استراتيجي، وده طبعا واحد من اشهر الكتب الموجوده في الماركتنج، والكتاب ده لتشان كيم وريني ماوبرج. بلو اوشن استراتيجي هو كتاب من اكمل الكتب اللي ممكن تشتريها وتقراها في الماركتنج. الحقيقه انا لما قريت الكتاب ده حسيت ان هو عباره عن تجميعه ل 3 4 5 10 كتب ممكن اكون قريتهم تانيين في مجال الماركتنج. بياخدك من اول ستيب ايه لو انت ما عندكش اصلا اي حاجه موجوده بيزكس في الماركتنج، لحد انك تعمل كومبليت ماركتنج بلان بشكل فيري ديتيلد. تالت كتاب مهم جدا ممكن تقراه عشان توقف البروكراستينيشن او توقف مرحله التسويف او ان انت مش عارف تنتج بشكل يكون افضل، هو كتاب ايت ذات فروج. الكتاب من تاليف براين تريسي، وهو كتاب لطيف جدا بيعلمك ازاي تاخد او بيعلمك ازاي تاخدي التاسكس المهمه الاول تقفليها بحيث تعرفي تعملي ريفرشمنت بقيه اليوم بتاعك، وازاي تعرف تعمل بلاننج كويس قوي في شغلك، وازاي تعرف تحدد اولويات شغلك في اليوم، هتشتغل على ايه الاول، وامتى تاجل الحاجه وامتى تخلي الحاجه برايورتي بالنسبه لك. رابع كتاب وده لناس كتير جدا جدا هيبقى اهم كتاب، ذا فيرست تايم مانجر. والكتاب ده الحقيقه من اجمل الكتب اللي ممكن تقراها لو انت مدير جديد. فلو انت لسه مترقي جديد، او لو انت لسه واخد ليدرشيب بوزيشن جديد، او لو انت لسه عندك نوع من انواع الاثوريتي اللي ما كانتش موجوده عندك وعايز تعرف تعمل ايه بالظبط، ازاي تعرف تدي فيدباك للناس اللي تحتك، ازاي تعرف تسالهم على فيدباك، امتى توجه وامتى ما توجهش، امتى تاخد اكشن اسيرتيف، ازاي تموتيفيت الناس اللي تحتك. الحقيقه الكتاب ده هياخدك في جيرني لطيفه جدا كبدايات الفيرست تايم مانجر. وانا الحقيقه بقالي فتره كبيره جدا شغال مانجر، ولكن لما قريت الكتاب ده حسيت ان انا استفدت منه كتير جدا، فحتى الناس اللي هي قديمه في المانجمنت الكتاب ده برضه هيفيدها كتير جدا. خامس كتاب هو المحبب والمفضل الى قلبي، وهو ذا 1 مينيت مانجر لكين بلانشارد. طب ليه الكتاب ده انا بحبه قوي؟ ليه مفضل جدا؟ لانه ده واحد من اجمل الكتب اللي ممكن تقراه وتطلع منه باكشنز، تطلع منه بنتائج. مشكله اغلب الكتب اللي ممكن تقراها انك يعني ممكن تطلع منها بمعلومه او اتنين تطبيقا، قصدي تنفذها حالا فورا. كتاب ذا 1 مينيت مانجر انا ما بحسوش كده خالص. الحقيقه هو في فكره وكونسبت لطيف جدا ممكن نحرقها في الفيديو ده، اللي هو ذا 1 مينيت جول، انك تحدد 1 مينيت جول، تعرف تقول الجول بتاعك في دقيقه لو انت يعني الناس اللي تحتك السب اوردينيتس بتوعك، تعرف تحدد لهم اكشن يكون فيري كونسايزد وفيري تو ذا بوينت، بحيث ان انت تعرف تعمل لهم مانجمنت على الجول ده، وتعرف الجول بتاعك او بتاعت التيم بتاعتك اللي يكون فيه اوتبوت، يكون فيه اوتكم، فتعرف كويس قوي تعمل ميجر بشكل ممتاز جدا. فلو انت قريت الكتاب ده لكين بلانشارد هتنبسط بيه جدا، وتعرف تاخد على طول تطبيق الكتاب ده مع التيم بتاعك. اخر كتاب سراوندد باي ايديتس لتوماس اريكسون، والكتاب ده الحقيقه من يعني الطف الكتب المشهوره عالميا، اكيد ممكن تكون سمعت عنه، اللي هو بيتكلم على فكره الفور تايبس اوف بيبل. في ناس والله ريد وبلو وجرين ويلو، وشخصيات البني ادمين وازاي تتعامل، والناس اللي هي عندها شويه نوع من انواع الدرايفر امتى ما تحتكش بيه، الناس اللي هي اناليتيكال تعمل معاهم ايه. فالكتاب ده لطيف جدا للمانجمنت اوف بيبل. الكتاب ده لطيف جدا كمان للمانجمنت اوف كاستمرز او للمانجمنت اوف الكلاينتس اللي موجودين. فانت لو شغال في مجال كوربوريت عشان خاطر زمايلك او البيرز بتوعك الكتاب ده مهم. لو شغال مدير الكتاب ده مهم. لو شغال في مجال السيلز الكتاب ده مهم. فالحقيقه الكتاب ده انا برشحه جدا جدا ليك. ودول كانوا 6 كتب قريتهم في البيزنس. ما تنساش تعمل لايك وفولو لو عجبك الفيديو.